واش فعلا تراجع المستوى ديال الانديه المغربيه في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم؟ النتائج الاخيره طرحت سؤال كبير عند الجماهير المغربيه. في السنوات الماضيه سيطرت الانديه المغربيه على افريقيا، من تتويج الوداد الرياضي باللقب الى وصول الرجاء الرياضي والجيش الملكي لمراحل متقدمه. لكن هذا الموسم الصوره كتختلف تماما، بعد ما شفنا جميعا كيفاش المباريات ديال البطوله المغربيه رفعت من سقف المستوى ديالها الاحترافي في جميع النواحي. تقريبا جا الدور على الشامبيونز ليغ الافريقي، وكنا كننتظروا هذا المشهد الكروي باش نشوفوا المستوى ديال الانديه ديالنا خارج الدوري واش تكون بنفس المستوى اللي كنت فيه. لكن في الحقيقه اصطدمنا بواقع اخر، اداء متذبذب، نقاط ضائعه، مباريات كان من المفروض انها تحسم بسهوله لكنها انتهت بنتائج مخيبه. فشنو هو السبب؟ هل هو ضغط المباريات ام تغييرات المدربين ولا الرحيل ديال بعض النجوم المؤثرين؟ الجماهير المغربيه كتنتظر رد فعل قوي، لان الكره المغربيه عودتنا دائما على المنافسه على الالقاب وليس مجرد المشاركه. السؤال: واش تستطيع الانديه العوده بقوه في الادوار القادمه ام ان هذا الموسم يكون استثناء صعب جدا؟ تهلاو.